أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع ومنصات جو إيجيبيا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد. يمكن في الحقيقة مع كل سنة بتبدأ دقات القلوب تزيد مع اقتراب موسم الحج، والكل بيبقى شايل هم الخدمة والتجهيزات في الأماكن المقدسة. لكن السنة دي الموضوع واخد شكل مختلف تماما، وفي خلية نحل شغالة بين الجانبين المصري والسعودي علشان خاطر يضمنوا إن الحاج المصري يوصل ويرجع وهو مش حاسس غير بالراحة والسكينة. يمكن خليني اقول لك ان الاستعدادات بدأت بدري جدا، والتنسيق واصل لاعلى مستوياته، وخاصة تجهيزات المخيمات في منى وعرفات، والهدف واحد بس: تلافي اخطاء السنين اللي فاتت. وعشان رسم الخريطة وضمان الجودة مؤخرا حصل لقاء في غاية الأهمية، جمع بين وفد رفيع المستوى بيمثل قطاع السياحة المصري وبين المسؤولين عن تقديم خدمات الحج في المملكة العربية السعودية. اللقاء ده ما كانش مجرد دردشة، ده كان ورشة عمل لمناقشة كل تفصيلة صغيرة وكبيرة بتخص الحجاج اللي كانوا مسافرين او اللي سافروا او اللي هيسافروا في او تبع الشركات السياحية. قعدوا يناقشوا او يتناقشوا كده في ملامح المخيمات وازاي هيتم تقسيمها علشان خاطر تشمل كل المستويات، من اول الحج الفاخر ولحد الخمس نجوم، لحد الاقتصادي والبري، كل انواع الحج. الكل كان حريص ان مفيش فئة تتظلم، وان كل حاج مهم مهما كان برنامجه سواء اقتصادي او ايا كان زي ما قلت لك يلاقي خدمته او يلاقي خدمة تليق بيه كانسان جاي لرب كريم. يمكن من التخطيط الهيكلي للواقع على الارض دي كانت افكار او اللي اتناقشوا فيها خلال الاجتماع. يمكن كمان الاخبار اللي جايه من اللوكيشن هناك مبهجه جدا وتفرح. الجهات المنظمه اعلنت ان هي استلمت المواقع المخصصه للحجاج المصريين بالكامل. دلوقتي المهندسين شغالين على التخطيط والرسومات الهندسيه، والموضوع مش مجرد خيمتين وشويه كراسي والسلام، ده مجمع سكني مؤقت بيتبني من الصفر لحد ما يبقى كامل ومتكامل. الجديد والمميز السنه دي ان في اراضي في مواقع مميزه جدا وقريبه من المشاعر تم تخصيصها بالاضافه لحاجه الكل كان بيتمناها في الفتره اللي فاتت، وهي الحصول على برج من الابراج اللي موجوده في اماكن الحج. وده معناه ان في طفره كبيره جدا وطفره حقيقيه في مستوى السكن والراحه السنه دي. ده غير بنيه تحتيه بمواصفات عالميه. الشغل الحقيقي بيبدا من تحت الارض قبل ما يبان فوقها. يمكن الفرق الهندسية بدأت فعلا تأسيس البنية التحتية بالكامل، يعني الكهرباء، شبكات المياه، أنظمة الصرف الصحي، كل الكلام ده. في تركيز جبار السنة دي على دورات المياه لأن هي كانت دايما نقطة شكوى، فتم تجهيزها بأعلى المواصفات الفنية علشان خاطر تستوعب الأعداد وتفضل نظيفة وشغالة طول الوقت. الهدف ان كل المتطلبات الفنية تكون جاهزة قبل ما أول حج يوصل، علشان ما يبقاش في مجال للصدفة أو التجربة في وقت المناسك. من الاخر كده موسم استثنائي، ففي طوارئ اكيد هيبقى في خطط طوارئ. الناس اللي قايمه على التنفيذ وصفوا الموسم ده بانه موسم استثنائي بالمره، وده مش كلام وخلاص، ده نابع من ان التجهيزات لازم تخلص بالكامل يوم 1 ذو الحجه حسب تعليمات وزاره الحج والعمره. وعشان يضمنوا ان مفيش هفوه تحصل عملوا خطط طوارئ محكمه جدا، يعني تكييف عطل، صوره ميه حصل فيها مشكله، هناك هتلاقي دايما فرق تدخل سريع متخصصة موجودة في الموقع 24 ساعة أثناء الحج. المبدأ السنة دي هو حل المشكلة في وقتها، مش نستنى لما الحاج يشتكي وبعدين نعتذر له أو نعوضه. الراحة اللحظية هي الأساس. التطوير المستمر وتجارب التنقل بتاع الجهات المنظمة طبعا مش بتجهز مخيمات وخلاص، هي بتعمل كمان تجارب أداء لكل حاجة علشان خاطر تضمن الجودة زي ما قلت لك. يمكن كمان الاسبوع اللي جاي هيكون في جولات تجريبيه للحفلات او للحافلات علشان خاطر يتاكدوا من المسارات اللي هتمشي فيها وسهوله الحركه بتاعه الحجاج بين المشاعر من غير زحمه او حتى توهان. ده غير المراحل التجريبيه اللي اتعملت فعلا علشان خاطر يختبروا قوه ضخ الميه وكفاءه الصرف. كل ده بيتم بدعم كبير جدا على فكره من الجهات الحكوميه هناك اللي فاتحه كل الابواب لتسهيل المأموريه. في تنسيق شبه اسبوعي ورؤيه يمكن كمان واضحه بشكل كبير عن المواسم اللي فاتت. جمال الشغل السنه دي ان هو كمان منظم جدا زي ما حكيت لك وزي ما قلت لك، ان في تجارب، في شغل، في حاجات، في اجتماعات شبه دوريه او فوريه، في اجتماعات كمان اسبوعيه بتجمع شركات السياحه مع الموردين والجهات الهندسيه. يمكن الاجتماعات دي بتدي رؤيه اوضح لكل الاحتياجات وبتخلي اي ثغره تظهر
هيتم معالجتها فورا. التنفيذ المبكر ده هو اللي هيدينا الأمان إننا نشوف موسم حج ناجح ومنظم لأقصى درجة ممكنة. خليني اقول لك ان المهندسين والمسؤولين طمنوا الكل ان المواقع هتكون جاهزه لاستقبال ضيوف الرحمن اعتبارا من 1 ذو الحجه، والتسكين الفعلي هيبدا كمان من 7 ذو الحجه. الكل هناك شغال بقلب وبدعم جبار علشان خاطر في النهايه يرجع الحاج المصري وهو بيقول الحمد لله كانت رحله مريحه. في النهايه احنا قدام مجهود جبار بيتعمل خلف الكواليس، تنسيق مصري سعودي يشرف، وكل الاماني ان موسم 2026 يكون هو الانجح والأهدى لكل الحجاج، ويرزق الجميع حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وبكده نكون وصلنا لنهاية اللايف، واستنونا في لايف جديد من جو إثيوبيا، وإلى اللقاء.